أولا أنا في هذا اليوم أطرح سؤالين على نفسي، وأعتقد كل من ينظم شيء يطرح سؤالين. السؤال الأول: هل جسدنا البرنامج؟ السؤال الثاني: كيف جسدنا البرنامج؟ نعم، احنا جسدنا البرنامج اللي تكلمنا عليه وانتم كنتوا حاضرين في الندوة الصحفية. تكلمنا على أسماء كبيرة، لم يكن هناك غياب لأي اسم تم ذكره في الندوة الصحفية. 150 ضيف كان حاضر من 31 جنسية، 90 فيلم أيضا تكلمنا عليهم. برنامج أيام عنابة لصناعة السينما تم يعني تجسيده، وعنابة مواهب. تكريم الأخضر حمينة بشكل متميز واستثنائي عن طريق حمينة ذو ماجستي الكتاب الذي شارك فيها 20 ناقد حول العالم. إذن البرنامج تم تجسيده. السؤال الثاني: كيف تم تجسيده؟ هذا السؤال أعتقد إجابته لدى الذين حضروا المهرجان من ضيوف الأجانب، ونحن لمسنا خلال تواجدهم اليوم وخلال عودتهم إحساس إيجابي. راسلونا بالتهاني، راسلونا بالفرحة. آليات تجسيد المهرجان هي الفريق، هي تعود على الأداء، على روح الشباب الموجودة في الفريق المحيط بي. يعني عشرات الشباب كانوا يسهرون ليلا نهارا من أجل إنجاح هذا المهرجان. مهرجان عنابة اليوم باختصار شديد أصبح مهرجان مهم، موعد سينمائي كبير، وسيكبر يوما بعد